انا ما كنتش بتحرك اصلا، وكنت بمشي بكرسي متحرك، ونفسي اعرف اروح اتكلم مع الناس بسهولة زيك زي ما انت جيتي وزعقتيلي، لكني للأسف معرفش، لاني عمري ما اتعاملت مع اشخاص غير دكاترة بس، معرفش حتى ازاي اتعامل مع الناس. هاي، عاملين ايه؟ انا مريان، والنهاردة جاي احكي لكم حكاية، ومن غير رغي كتير يلا نبدأ فيها. يا سلام، يا سلام لو الواحد كان ارفع شوية، او شعري كان اطول، ولا عينيا لو كانت زرقاء بس، او حتى كنت اقصر شوية، كنت قعدت درة في بيتها. يلا، اهي احلام وطموحات. يا نهار ابيض، دي هدى وانا اتأخرت، دي هتطلع عيني. الو، ايوه يا هدى. ايه يا بنتي، فينك متأخرة كده ليه؟ اهو انا قربت اوصل، في الطريق. يا سلمى فينك؟ اكيد في البيت، انا عارفة صح. خلاص خلاص، عالسلم جاية اهو. يخرب بيت عقلك، المحاضرة فاضلها 5 دقايق يا سلمى. يوه، انت كده بتعطليني على فكرة، مش عارفة البس الكوتشي. نعم، كوتشي؟ مش انت كنت على السلم برضو؟ انا داخلة المحاضرة ومش هستناكي، ويا رب الباب يتقفل يكون احسن. يا باي، على طول كده متعصبة وقافلة السكة في وشي. انا يا دوب اخد اوبر يوصلني اسرع من مرمطة الميكروباص ده. انا ايه اللي ناقصني بس؟ مش استحق الحياة ديت؟ مش حارة في منطقة عشوائية، ولا البيوت والعماير دي؟ والله الواحد مش عارف مال حظه في الدنيا عامل كده ليه، كله سواد في سواد. يلا، الحمد لله. انت مش هتبطلي تأخير كده يا سلمى؟ يا هدى، اعمل ايه بس؟ صحيت متأخر. قصدك نمتي متأخر، تلاقيكي كنت سهرانة على فيلم زي كل مرة. اسكتي يا هدى، كان حتة فيلم، كان والله المفروض انا اللي اكون بدل البطلة، معرفش حظها في السما، واكيد البطلة دي تبقى درة، وهو انا بتفرج غير عليها؟ والله دي هتلحس دماغك في يوم من الايام. طب بس قوليلي، عملتوا ايه النهاردة في المحاضرات؟ يا ستي الدكتور دخل وخلص الفصل الاول كله، وقال ايه علينا امتحان الاسبوع اللي جاي، وكمان هيتضاف لاعمال السنة. ليه، هو احنا لحقنا؟ ده لسه الترم بادئ. انا عارفة بقى، الواحد قال هندخل الجامعة نستريح، لكن طلع الموضوع اصعب بكتير. طب هو احنا عندنا محاضرات تاني النهاردة ولا اروح؟ لسه محاضرتين تانيين. يا نهار ابيض، خلاص المحاضرة هتبدأ، يلا اجري بسرعة. وراحت هدى وسلمى للمحاضرة. تعالوا بقى اقول لكم مين هي سلمى. هي بنوتة أمورة قوي، وكمان طيبة قوي، بس هي شايفة انها محتاجة شوية تعديلات علشان تبقى احلى. ليها اخ واحد اكبر منها، وهو دلوقتي في الجيش، وهي عايشة مع مامتها بعد ما باباها توفى، ونقدر نقول كده ان تطلعاتها الكتير مش مخليها راضية عن حالها خالص، وفي نفس الوقت ده في مستشفى من اكبر مستشفيات البلد. يعني خلاص يا بابا، انا هروح النهاردة اخيرا. يا حبيب بابا، والجامعة هاخدها منازل زي السنين اللي فاتت برضو؟ لا، انا عامل لك مفاجأة هتعجبك قوي. هتدخل جامعة قريبة من البيت، وانا قدمت ليهم التماس علشان يوافقوا تدخل متأخر بعد بداية الترم. بجد يا بابا؟ بس ايه بس؟ مش ده اللي كان نفسك فيه من زمان؟ زمان، لكن دلوقتي لا. ليه بقى؟ يعني انت مش شايف يا بابا انا بمشي بالعافية؟ ده انا بعرج تقريبا. يا حبيبي، احنا كنا فين وبقينا فين؟ دي نتيجة حلوة قوي، مش احسن من الكورس اللي عشت عليه حياتك كلها؟ ايوه، لكن انا خايف الناس تتريق عليا واني بعرج. لا، خليني اكمل دراسة في البيت احسن زي ما انا اتعودت. طب ولو قلتلك ان مصطفى صاحبك هيكون معاك في الجامعة، مش ده يخليك تتشجع وتروح؟ بس يا بابا، مصطفى مش هيمنعهم ان هما يتريقوا عليا. وانت بقى ليه بتقدر البلا قبل وقوعه؟ انا علمتك كده، مش يمكن تكون اصحاب ومحدش يتريق عليك هناك؟ يعني انت شايف كده يا بابا؟ انا شايف كده. خلاص، اروح وامري لله. ايوه، هو ده ابني البطل اللي انا اعرفه، وعم محمد هيوصلك بالعربية وهيكون مستنيك لحد ما تخلص وتيجي على البيت. ماشي يا بابا. وروح آدم مع باباه، وهو مش قادر يفرح بالإنجاز اللي وصله وإنه بقى قادر يمشي، لكنه مرعوب من اللي هيحصل تاني يوم وأول يوم ليه في الجامعة.
وآدم هو وحيد باباه، لكن من صغره وهو بيتعب كتير قوي، وبعد كشوفات وفحوصات عرفوا انه عنده مرض نادر، ومع العلاج الكتير ما كانش بيروح المدرسة، وكان بيدرس من البيت، وعمل عمليات كتيرة قوي علشان بس يعرف يمشي طبيعي شوية. وفي تاني يوم نزل آدم الصبح علشان يروح الجامعة لأول مرة في حياته، هيقابل ناس ويتعامل معاهم، وركب مع عم محمد في العربية وقاعد يفكر كتير هيعمل ايه هناك، لكن اتصل بصاحبه وقال له انه مستنيه على باب الجامعة. في نفس الوقت ده كانت هدى وسلمى رايحين الجامعة وهم في طريقهم. بصي يا هدى، العربية اللي جاية من بعيد دي جميلة قوي، دي تعمل لها كام على كده؟ اكيد ملايين، اهي ناس عايشة واحنا ماشيين على رجلينا، الدنيا دي حظوظ. يا بنتي بقى احمدي ربك، انتي احسن من غيرك كتير، بس اللي راكب العربية دي احسن مني. ده بصي كمان بتدخل الجامعة، يعني حتى صاحبها مش عايز يوسخ الجزمة بتاعته ويركنها في الجراج بتاع الجامعة اللي بره. طبعا امال هيمشي زي باقي الخلق وزينا؟ يا نهار ابيض يا سلمى، ده انتي كتلة كآبة يا شيخة. ولا كآبة ولا حاجة، بس الواحد نفسه يكون في مكان احسن، يعيش زي ما الناس دي عايشة. طب يلا يا اختي مدي شوية، عندنا محاضرة عايزين نلحقها. وحشتني يا آدم، ما انت لسه شايفني امبارح، انت هتستعبط. وحشتني ان احنا نخرج مع بعض، والأول مرة هنحضر محاضرة مع بعض كمان. بس بجد انا خايف قوي يا مصطفى. من ايه بس يا آدم؟ يعني انت مش شايف يا مصطفى؟ مش شايفني انا بمشي ازاي؟ بتمشي زي الفل يا صاحبي، وبعدين ما تخافش، ده انا معاك. ربنا يخليك ليا يا مصطفى، وما يحرمنيش منك ابدا، ويديمك ليا يا صاحبي. يلا بقى هنتأخر على اول محاضرة. الحق يا بنت يا هدى، الواد اللي مرضيش يوسخ جزمته ودخل بالعربية معانا في الدفعة اهو، وانت لحقتي تشوفيه؟ امال يا بنتي، تعالي نقعد جنبهم. لا، واحنا نقعد في اول ديسك من امتى؟ ان شاء الله احنا هنقعد ورا، من النهاردة نقعد في اول ديسك. لا يا سلمى، هنقعد في مكاننا مش هنغيره. يوه عليك يا هدى، طب يلا نقعد. وخلال المحاضرة وسلمى عينيها على آدم ما بتترفعش، لحد ما الدكتور طلب منهم بحث وبدأ يختار الطلاب بعشوائية ويسجل أسمائهم، والدكتور قال أول 2 قدام مع آخر 2 ورا. هدى وسلمى بعدها بصوا لبعض، وسلمى ضحكت. بعد ما المحاضرة ما خلصت، تصدقي يا بت يا هدى أنا بعد كده هسمع كلامك. تخيلي لو قعدنا جنبهم، كان زماننا مش معاهم في البحث دلوقتي. مساء الخير، انتم اللي معانا في الجروب البحث صح؟ احب اعرفكم بنفسي، انا مصطفى، واللي هناك ده زميلي آدم. وهو زميلك قاعد ليه وما يعرفناش عن نفسه ليه بنفسه يعني؟ من اولها تناكة كده. وانا هدى، وهي صاحبتي سلمى، معلش هي مسحوبة من لسانها شوية. اتشرفنا بيك يا مصطفى. الشرف ليا، ده رقمي، ممكن تعملي جروب علشان نتفق على البحث؟ اكيد طبعا، عن اذنك. ايه يا بنتي انتي على طول كده دبش، فضحتينا وكسفتينا. يعني انتي مش شايفة قلة الذوق؟ ولا يكونش ما بيعرفش يتكلم مثلا؟ محدش عارف ظروف حد يا سلمى ليه يعني؟ علشان ما جاش يعرفك بنفسه؟ عقلي يا سلمى، امري لله. فعلا الناس اللي معاها فلوس دول مناخيرهم في السما يا باي. مشيوا وكل واحد راح على بيته، وبقى تعاملهم مع بعض على الجروب اللي عملته هدى. وآدم تقريبا ما بيتعاملش معاهم اصلا في الجروب ده. وسلمى هتتجنن من قلة ذوق، لحد ما في يوم وهم في الجامعة شافتهم قاعدين وقررت تروح تتكلم معاهم. اهم قاعدين هناك اهم، انا هروح اكلمهم. يا بنتي كبري دماغك، احنا خلاص البحث قربنا نخلصه وملناش دعوة بيهم بعد كده. يعني يا هدى انت مش شايفة بيتعامل بتعالي معانا ازاي؟ ده حتى على الجروب يخلي صاحبه اللي يتكلم وهو يعمل سين وما يردش على حد. بذمتك مش قلة ذوق ديت؟ بصراحة هي حاجة تضايق، بس خلاص هتقولي له ايه يعني؟ تعالي وانت هتشوفي. مش دول هدى وسلمى اللي معانا في الجروب؟ اه هما. انا حاسس ان انا قليل الذوق معاهم قوي يا مصطفى. انت قليل الذوق من زمان يا حبيبي، بس احنا عارفين ان ده غصب عنك. بجد بخاف اخبط في الكلام وحد فيهم يزعل، وخصوصا ان اول مرة اتعامل مع بنت في حياتي. ما تقلقش، مع الوقت هتتعلم تتعامل مع كل الناس. الحق يا مصطفى، دول جايين علينا. طب ايه، تحب نقوم نمشي؟ اه يا ريت، ما انا مش عارفه اقول حاجة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ازيك يا سلمى؟ ازيك يا هدى، عاملين ايه؟ انا جايه بس اسال ادم سؤال وماشي على طول، مش هعطلكم.
لما انت متعالي كده على الناس وما بتتعاملش مع حد باسلوب كويس، ولما بنكلمك ما بتردش علينا. سلمى، بلا سلمى بلا بتاع، انا ما غلطتش. لو مش عايز تكون في الجروب معانا يكون احسن، لكن الاسلوب ده مش معانا. او روح جامعة من اللي زيك بيدخلها، يمكن تعرف تتعامل مع الناس اللي شبهك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سلمى؟ قومني قومني يا مصطفى، انا عايزه امشي. ليه؟ استنى لما السواق يجيب العربية. ولا اخيرا قررت توسخ الجزمة بتاعتك؟ من غير ولا كلمة كان مصطفى بيسند ادم وبيمشوا، وكانت المفاجأة لسلمى وهدى. على طول كده انت متسرعة يا سلمى، دبش. تلاقيكي دلوقتي زعلتيه وهو اللي سكت وانت بتهزقيه، وحتى مرضيش حتى يرد على كلامك اللي بايخ. طب ما انا ما كنتش اعرف ان عنده مشكلة. طب اعمل ايه دلوقتي يا هدى؟ يعني انت تبوظي الدنيا وبعدين تقولي لي هدى؟ طبعا روحي اعتذري قبل ما يمشي. ادم، يا ادم. ايه يا سلمى، لسه مخلصتيش تهزيق؟ انا بجد اسفة، انا ما كنتش اعرف اني بعرج صح. والله انا اسفة، انا على طول كده متسرعة ودبش في كلامي وما بفهمش انا بقول ايه. انت يا سلمى ما كنتيش تعرفي، بس كمان حكمت عليا من غير ما تعرفي انا فيا ايه. انا يا سلمى بتمنى اعرف امشي زيك وما اجيش واروح بعربية علشان اوسخ جزمتي، لكن للأسف دي اقصى حاجة انا قدرت اوصلها بعد عمليات كتيرة جدا. انا ما كنتش بتحرك اصلا، وكنت بمشي بكرسي متحرك، ونفسي اعرف اروح اتكلم مع الناس بسهولة زيك زي ما انت جيتي وزعقتيلي، لكني للأسف معرفش، لاني عمري ما اتعاملت مع اشخاص غير دكاترة بس. معرفش حتى ازاي اتعامل مع الناس. نصيحة، ما تحكميش على الناس بالمظاهر وتطلعي عليهم احكام من غير ما تعرفي ايه المقابل اللي بيدفعوه علشان يكونوا زي ما انت شايفاهم معاهم عربيات. اتعلمي يا سلمى ان انت ما تحكميش على حد وانت ما تعرفيش وجعه، مش علشان اي حاجة شفتيها بتلمع قدامك تبقى جميلة، ما تعرفيش مدارية وراها قد ايه وجع. وبكده نكون خلصنا حكاية النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك، واستنوني في حكاية جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.